من داخل وفاة عليها توفيق عكاشة، وسألنا عن السبب قال لك عشان امريكا بتتدخل في شؤوننا. طيب وبعدين لقينا نداءات لعسكرية، واحدة ست بتقول عسكرية عسكرية. ده واحد عشومة. معانا بأي طريقة. ومين اللي عايز يشترك معانا؟ اللي هم العيال اللي كاتبين على دماغهم يسقط حركة 6، اللي هم كاتبين على دماغهم مسك حكم العسكر. دول اللي جايين يعملوا نوش معانا هنا؟ فين هم دول بقى؟ ومين دول تبع 6 ابريل؟ مش عارف تبع 6 ابريل، مش عارف. تبع امريكا بعتهم عشان يخربوا الوقت. 6 ابريل؟ دي كونه تبع امريكا. يا عم تعالوا كده يا عم تكتب لنا. طب هم ليه خونه 6 ابريل؟ مش 6 ابريل بس، كل اللي بيتعاون مع امريكا ضد يبقى خونه. ايوه ده الطبيعي، ده الطبيعي. 6 ابريل واقفين هنا، يعني هم عايزين ايه؟ مين اللي عايزين ايه؟ بتوع امريكا دول. بتوع امريكا يعني هو في امريكان واقفين الناحيه الثانيه ولا ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم. لا حد يشتم. لا امريكا بتسلطهم. امريكا بتدفع فلوس وبتسلطهم. يعني اللي هناك دول مصريين. مين؟ مصريين برضه يعني زينا. انا مش فاهم حاجه يا جدعان. هم جايين يعني هم جايين يفرقوا الناس هنا ليه؟ ليه هدف. فهمت. يعني انت عايز يعني تخرب المكان هنا ليه؟ عايز تخربه ليه؟ لا وليه خراب ليه؟ عايز يبين يعني وسائل الاعلام ان في الناس بيعملوا معارف مع بعض. لا ما حدش يرضى. لا يا سيدي مصر كلها واحد، كلها نسيج واحد. انت فاهم الجايه ازاي؟ طبعا انا عامل نفسي يعني من الناس المدعوة والناس اللي بتساند دعوة دكتور توفيق عكاشة. الجيش والشعب ايد واحدة. طب وايه الجديد يا جدعان؟ انا متقمص خالص الدور يا جدعان، ولا تقسيم العاطفيه فعلا. بقول لك ايه، هم مين اللي هيدخلونا بالصوت دول؟ 6 ابريل؟ لا لا يحكونا ليه يعني؟ فعلا؟ قبل كده انا عارف، انا خلاص بتكلم على لسه جاي النهارده يكونوا بالصوت بقى. لسه واقف بقى ايه؟ انا بقول لك تعالى انت على جنب دي. نعم تعالى انت على جنب. هم يخطفوا من جوه. يعني احنا بنتكلم ما فيش حد الاول. يعني هم اللي بيفسدوا يعني؟ بيقول لك واحده تشتمك وتفسدها يعملوا نوش يعني. ايد واحده. تعالى. هات يا عم خلينا نفرجهم. رابط مصر بتوفيق عكاشة. طلعت مصر توفيق عكاشة. الله عليك يا مصر يا باشا. يا ابو حسام.
عايز تقول حاجه عمنا لاي حد؟ انا جاي عشان الدكتور توفيق ماشي، فاهم حضرتك كل حاجه عن البلد، والمفروض لا، ما راجل شاء الله. يوعينا الصح من الغلط، لان احنا جهله مش فاهمين حقوقنا. لا يا عم احنا مش جاهل ولا حاجه. لا، احنا لو عارفين حقوقنا الشعب المصري هنقول هنا عشان القضيه الامريكيه دي، لان هي سبب المشاكل كلها في اللي احنا فيه ده، هي اللي مخليه العملاء ما تعملين عليها. طب ما المجلس العسكري بيدير الامور يا جماعه. ما بيقدرش عليه ضغط لحضرتك، عليه ضغط جامد من كل الاتجاهات. احنا المفروض نصر ايه؟ صح كده، صح. الله ينور عليك يا اخويا. بصوا حضراتكم بقى السلاح. هوبا هوبا هوبا، حاسبوا يا جماعه. معلش معلش. احنا فاضيين لهم اهو. حد يشيلك اللي معاه استاذ هنا عشان ما يطلع هنا. دخل عليه، خش عليه، اطلعوا يا جماعه. استنوا يا جدعان، يا جدعان يا عم، يا عم ايه ده؟ ما تقابلش معاك. مش عايز تاكل يا ابن عم. انا عارف لما يبقى حد هنا يا عم بقى. الله ينور عليك، الله يخرب بيوتكم يا اخي.